في وقت كانت مصر كلها بتصارع الاحتلال، ظهر كيان صغير في حي الزمالك. محدش كان يتوقع انه هيبقى اكبر نادي في القرن. الحلقة دي يا صديقي هنرجع لاكتر من 100 سنة ونحكي اول سطر في قصة نادي اتولد عشان يبقى الاهلي نادي الوطنية والبطولات. في سنة 1907 المهندس عمر لطفي بيه اللي كان رئيس نادي طلبة المدارس العليا طرح فكرة إنشاء نادي للشباب الوطني. هو كان مؤمن إن الرياضة ممكن تكون وسيلة لمقاومة الاحتلال بطريقة غير مباشرة، وفعلا بدأ يتحرك وتحمس معاه مجموعة من كبار الشخصيات زي عزيز عزت باشا أول رئيس للنادي، طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري، عبد الخالق ثروت باشا. يوم 24 إبريل سنة 1907 تأسس النادي الأهلي رسميا، واتعمل اجتماع تأسيسي وتم اختيار عزيز عزت باشا أول رئيس للنادي. وكان الهدف الأساسي للنادي مش الكرة في البداية، بل إنه يكون ملتقى للشباب الوطني، مكان للاجتماعات والتدريب والتنظيم. سنة بعد التأسيس وبدأ النادي يفكر يدخل لعبة كرة القدم اللي كانت لسه جديدة، وفي سنة 1908 اتكون أول فريق كرة للنادي، وكان من أول اللاعبين حسين حجازي أسطورة الكرة المصرية، مصطفى كامل طه. ومن هنا بدأت الرحلة الرياضية. الأهلي دخل الكرة، كسر احتكار الأندية الأجنبية، وبقى صوت المصريين في الملاعب. الأهلي اتولد من قلب المعاناة عشان يبقى صوت كل مصري، ومن 1907 وهو بيكتب التاريخ بحروف من ذهب. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستنى حلقاتنا الجاية اللي هنتكلم فيها عن أعظم نادي في الكون. وافتكر دايما إن الأهلي مش مجرد نادي، الأهلي حكاية وطن.